دكتور عبد الهادي، من أين يأتي التمويل؟ يعني نحن الآن في مكتب أحد مشايخ الطرق الصوفية، والمبنى يبدو في غاية الفخامة والثراء، يعني يعكس ذوقا رفيعا. يعني من أين يأتي التمويل؟ أولا الطرق الصوفية ملناش تمويل. احنا نتكلم على المؤسسة الأم. المؤسسة الأم هي مؤسسة رسمية، إحدى مؤسسات الدولة الدينية. مصدر يعني التمويل، هل تحصلون على دعم من الدولة؟ أنا هقول لحضرتك. مصدر التمويل بينحصر في 10% من حصيلة صناديق النذور، يعني بتخصص للمشيخة العامة للطرق الصوفية من وزارة الأوقاف. يعني القائم على صناديق النذور في مصر هي وزارة الأوقاف. وبتعطي للمشيخة العامة 10% من حصيلة هذه الصناديق للطرق الصوفية. وخلينا نحن نتحدث عن مليارات ربما؟ أبدا، نتحدث عن رقم هزيل ومغزي للغاية وقليل جدا ولا يتناسب مع هذه الصناديق. يعني تتلقى أموالا كثيرة، يعني لا تتلقى أموالا كثيرة. يعني لو قلت حضرتك 10% لا تتجاوز 50,000 جنيها في الشهر. فحضرتك النهاردة لما تيجي تقول مؤسسة مسؤولة عن القيم الأخلاقية في المجتمع بالكامل وأعمال خيرية أيضا بالطبع. نعم. الإيرادات بتاعتها بتتمثل في 50,000 جنيه. فطبعا هنا لابد أن يكون هناك وقفة. ألا تتلقون يعني تبرعات من المريدين؟ المؤسسة الأم لا تتلقى تبرعات من أي جهة نهائيا، وإذا كان القانون يسمح لنا بذلك. لكن على أرض الواقع أنشطة الطرق الصوفية بالفعل تحتاج تمويل ضخم جدا. لأن حضرتك النهاردة التوجه بتاعنا أن نسري الحياة الصوفية بالجانب العلمي.